لماذا فر المغاربة إلى إسبانيا بهذه الطريقة؟ اللي يسبح في المي، واللي متشعبط في السور، واللي ماخذ ابنه يعني رضيع. ليش هالمشهد؟ ليه؟ هل هو المغرب تحول إلى جحيم مثلا؟ مرحبا بالسي الازرق، بادئ بالبدء كنقول لك بان اسئلتك غير مشروعه. غتقول لي علاش؟ غنقول لك لان الجواب او نصف الجواب موجود عندك. بما انك تونسي ومهجر كتعيش في بريطانيا العظمى، فهذا نصف الجواب. الا جاوبتيني ما هو السبب اللي خلاك انك تخرج من بلادك وتمشي تعيش في بلاد، تغرف في بلاد الناس، فهذا نصف الجواب. ما تقولش لي ان الحكومه المغربيه ربما ان ما فرص لك العيش الكريم، ما فرص لك انك العمل، او لا ما فرص لك البيئه ديال فين تعيش، او لا ما قراتك، او لا ما فرص لك فرص ديال الشغل وما الى ذلك. لذلك اقول واعيد واكرر ان نصف تساؤلاتك عندك، وانا غادي نحاول نعطيك تبريرات اخرى، لان ماشي تبرير واحد، ماشي جواب اللي كان، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ماشي اربعه، هنالك اجوبه بزاف. وانا بدوري ساحاول انا كمغربي نقول لك ما هي الاسباب والمسببات التي تجعل المغربي انه يسعى الى الهجره، ولو بديك الطريقه اللي شفناها جميعا. عادي جدا، اي مغربي كيف ما كون عنده الطموح راه غادي يسعى حتى هو، غادي يمشي. اللي ما عندوش عمل قار، ولا اللي ما عندوش عمل مناسب، ولا اللي ما قنعش بداكشي اللي كيشاد، عادي جدا انه الى عنده شي فرصه باش يلقى شي فرصه باش يمشي لاوروبا، ولا يمشي لامريكا، ولا يمشي لاستراليا، غادي يمشي يعني بجميع الطرق. عادي جدا، بما ان السميك ديال المغرب، هذا السميك يعني اللي ما عنده حتى حرفه، مع 3500 درهم، واصل قريب، قريب مازال موصله ولكن قريب. فعادي جدا انه اذا كانت واحد الدوله حداها ولا شي فرصه حداه فيها السميك، مثلا بحال اسبانيا، ربما شي 12000 دولار، 1200 دولار، يعني بحال قلتي مليون و200 الف فرنك ديالنا حنايا، فتقريبا 3 شهور، 3 شهور ديالنا في شهر واحد تقريبا، يعني تقريبا 3 شهور وشي حاجه ديال الناس كتخدم في المغرب 3 شهور وشي حاجه باش كتشد داك الصالير اللي كيشد مثلا اسباني. وهذا اقل تقدير، راه كاين دول اخرى اللي هو احسن، بحال الانجليز، بحال سويسرا، بحال اللي عندهم السميك طالع على اسبانيا. فعادي جدا اي مغربي ولا يكون خدام، عرفتي، ولو يكون خدام السميك ديالنا اللي هو بالمناسبه 350 دولار، يعني 350 الف فرنك مغربيه، عادي جدا الا جات ليه الفرصه ديال اسبانيا ولا اي دوله اوروبيه راه يمشي ليها، عادي جدا. ما كاين حتى ما عندك فين تخمم، وما عندك فين تستغرب، وما عندك فين تعطي الاسئله. هذا عادي جدا. خليك مع واحد الانسان اللي ما عنده حتى حرفه، وكاين العطله، ماشي ما نقول لك ما كايناش، كاين العطله وكاينين الناس ما بغاوش يخدموا. انا عرفت بعض الحرف دابا راه ما كيبغوش المغاربه يتعلموا ليها، ما بغاوش باقي ما كيبغيوش باقي يخدموا فيها، وكاين بعض الاعمال ما بقاوش كيتعلموا ليها اصلا. البناء ما بقى كيدخل ليه حتى واحد، ما بقاش شي شاب مغربي باش يمشي يتعلم لك البناء. الصناعه التقليديه ايضا، الفلاحه ما بغاوش المغاربه. هنا الفيرمات في سويس ولاو الفيرمات كتلقى الافارقه هما اللي كيخدموا. المغربي كيقول لك بغى الثمن الفلاني وبغى يخدم غير بعدد الساعات الفلانيه، او ما يسمى بالعطش، يقول لك اعطيني انا خدمه اللي غنخدم في النهار، هو يزيد يضرب عليك في ساعه ولا ساعه ونص يمشي في حالته. ولكن الخدمه مربزه وغير متقونه. السيرفيس بقى بغا حد حتى واحد بغا يخدم 8 السوايع، ما نكذبوش على راسنا. هنالك حرف في المغرب ما بغى حد باقي يخدمها، ومنهم الفلاحه، عندك البناء، وعندك الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه اللي كنعرفوا في المغرب كانوا كيتعلموها الاطفال من الصغر، كيخرجوا كيقراو مدرسه ولا كاين اللي قرا في الجامع، وكاين اللي كان كيتعلم مع باه، وكان كيتعلم مع عائلته، باش تعلم مثلا الجليج ولا بحال النجار، ولا باش تعلم بهذوك الحرف الاخرى بحال
الخياطة، ولا بحال التدراس، ولا بحال هاد الحرفي ديال التقليدية دابا، إلا ما تعلمتيها من الصغر ما تعلمهاش. إذا من هنا للقدام خصنا نبداو نستوردو العمال ديال الصناعة التقليدية مثلا، ولا ديال البناء بزينة. الفلاحة صافي مشات، الفلاحة في الميدان اللي كنشوفها انايا كاينين بعض الفيرمات كلها أفارقة، داير ليهم فين يسكنوا، بحال كي كيديروا المغاربة في إسبانيا كيديروها دابا لي زافريكان. لذلك هنالك بزاف ديال الأسباب كما قلتها. كاين السبب أنه الناس تصحابو عنده واحد الفكرة غالطة على أوروبا، كيصحابو أنه غير غادي يمشي لأوروبا صافي غادي يجمع الفلوس، غيتلقى الفلوس ربما غالي. هنالك الجهل، هنالك الناس ميتة يعني بروغرامي على أوروبا. كاينين الناس بغات تحسن الوضعية ديالها الله يعاونها، كاينين الناس ما كاينين كاع في هذا العالم، كاينين الناس يعني تتعدد الأسباب والهدف واحد، باش نكون واقعيين. لذلك كل من يسأل هذا السؤال في الأفارقة وفي العرب باستثناء دول الخليج فهو أما أنه غبي أو يستغبيك أو أنه جاهل. إذا هذا الموضوع هذا كان بالإجابة غير الصحفي المقتدر التونسي المهاجر إلى الديار البريطانية، عطيت غير بالتجاوب هذا لعله يتذكر أو أن يستذكر، أو ربما أنه يجمع لنا داك العبال ديالو. تحياتي لكم المغاربة ديالي، إلى اللقاء، إلى فرصة قادمة. تحياتي لكم جميعا، تبارك الله عليكم.